مش عارفه اجيبها لك ازاي، بس لو انت مش واثقه بنسبه 100% ان كل المنتجات اللي في روتينك مش هي اللي بتطلع لك حبوب في بشرتك، وانا دلوقتي مش بتكلم على ان في عوامل داخليه بتطلع لنا الحبوب، انا بتكلم انك بتعملي كل حاجه صح ولسه برده بيطلع لك حبوب، عايزه اقول لك انت كده بتضيعي وقتك وفلوسك على الفاضي. لما قلت لكم ان انا قررت اوقف اي حاجه بستخدمها واستخدم غسول ومرطب واقي شمس، ما كانش قصدي ان انت تستخدمي اي غسول ومرطب واقي شمس في الحياه، تستخدمي 3 منتجات انت واثقه ان هم مش هيضروكي. امال احنا هنرمم حاجه زي البشره ازاي؟ بنات برضه قالوا لي نفس الكومنت كده بالظبط، قلت لها ايه هو روتينك اللي بتستخدميه؟ قالت لي بستخدم 1 2 3، 1 2 من المنتجات اللي بتطلع حبوب، واللي كل البنات اشتكت وقالت ان هي بتطلع حبوب. عشان كده عملت لكم في الشانل اللي هي اسمها جلو جايد وذ دكتور منى، نزلت لكم رساله قلت لكم بس اكتبوا لاصحابكم واكتبوا للبنات اللي موجودين في الجروب ده ايه هي المنتجات اللي انتوا جربتوها طلعت حبوب عشان تساعدوا بعض. في حاجه بعملها دايما بما اني انا اصلا حد بيجرب منتجات كتير جدا عشان اطلع اكلمكم عنها، ما بجربش منتجات جديده في نفس الوقت. انت لما تيجي تعملي روتين ببشرتك ابداي منتج واستني عليه اسبوعين شهر، ما طلعلكيش حبوب جيبي منتج تاني جديد.